السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرحب بحضراتكم. مصطفى صادق الرافعي هو أديب وشاعر مصري، استطاع أن يكسب شهرة واسعة بين الأدباء المعاصرين، ولقب بمعجزة الأدب العربي. ولد مصطفى الرافعي سنة 1880 في قرية بهتيم بمحافظة القليوبية في مصر. كان والده قاضي شرعي ورئيس لكتير من محاكم مصر. نشأ في أسرة تهتم بالتنشئة الإسلامية، واهتم والده بتعليمه القراءة والكتابة، وكان بيحضر مع والده مجالس العلماء، فاكتسب ثقافة دينية وثقافة عربية تراثية، كما غرزت فيه حب المعرفة والانكباب على قراءة الكتب. أصيب الرافعي في أول حياته بمرض أفقده السمع، لكنه استطاع أن يتغلب على هذه العاهة واستخدم الكتابة كوسيلة للاتصال بالآخرين، فكان من يريد مخاطبته يكتب ما يريده في ورقة ويرد عليه الرافعي. عمل الرافعي كاتب في محكمة طلخة الشرعية سنة 1899، وانتقل بعد ذلك إلى محكمة إيتاي البارود الشرعية، ثم استقر في محكمة طنطا. وبالرغم من أن مصطفى صادق الرافعي لم يحصل من الدراسة إلا على الشهادة الابتدائية، إلا أنه وبالاعتماد على نفسه في التحصيل استطاع أن يحقق مكانة عالية بين أدباء جيله، حتى أصبح واحد من أهم الكتاب المثقفين العرب في أوائل هذا القرن. بدأ يقول الشعر ولم يبلغ 20 من عمره، وصدر ديوانه الأول في عمر 23 سنة، وقد أثنى على هذا الديوان كبار شعراء ذلك العصر وكتابه، مثل الشاعر محمود سامي البارودي، والشاعر حافظ إبراهيم، والمنفلوطي، وأحمد لطفي السيد. انصرف الرافعي بعد ذلك إلى كتابة الدراسات والكتب التي تتناول التراث العربي وتدافع عن الثقافة الإسلامية، فكتب كتابا مهما بعنوان تاريخ آداب العرب، والذي خصصه لدراسة تاريخ الأدب العربي القديم واللغة العربية. من كتبه أيضا كتاب رسائل الأحزان، أوراق الورد، السحاب الأحمر، حديث القمر، وكتاب المساكين. كما كان للرافعي مشاركة واسعة في كتابة المقالات في المجلات الأدبية، وقد جمع مقالاته في كتاب بعنوان وحي القلم. توفي الرافعي سنة 1937، والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.